بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى بها القراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة وصهر. كل الكلام اللي أنا بحكيهولك ده بيوضح أهمية مصر الدينية، السياسية، الاستراتيجية، حتى الجغرافية. هنعرف مع بعض النهاردة إزاي المسلمين فتحوا مصر. مبدئيا، قبل ما نعرف ازاي المسلمين فتحوا مصر، خليني اخدك ونعرف مع بعض ايه كان حال مصر قبل ظهور الاسلام. حال مصر انها اصلا كانت محتلة من المحتل الروماني من 30 قبل الميلاد، ده اولا. ثانيا، المحتل الروماني كان بيتحكم في كل حاجة، الشؤون السياسية، الادارية، كل حاجة. حتى كان حارمهم من حرية معتقداتهم الدينية، ما يعرفوش يعتقدوا او يؤمنوا باللي هم عاوزين يؤمنوا بيه، لدرجة ان في ناس منهم هربت للصحراء زي من يمين راهب الكنيسة الأرثوذكية. على يعني في نطق صحيح بس مش عارفة انا نطقتها نص صحيح ولا لا. الأسباب اللي دفعت المسلمين إنهم يفتحوا مصر، عندي سبب ديني، سبب حربي، وسبب تاريخي. السبب الديني الأحاديث والآيات اللي قلتها لك في أول الحلقة، وهي إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وتحقيقا لبشارة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الأسباب الحربية. زي ما احنا عارفين ان المسلمين فتحوا الشام، فتحوا فلسطين، وده وجود اصلا المحتل الروماني بيمثل خطر على الدولة الاسلامية او على الفتوحات اللي فتحوها اصلا لمصر، للشام وفلسطين. ثانيا بقى، مقر الدولة او مقر الخلافة كان في المدينة. تمام، مقر الخلافة كان فين؟ مقر الخلافة كان في المدينة. فمقر الخلافة في المدينة، والمدينة يحدها جنوبا غربا البحر الأحمر اللي هو جزء من مصر. معنى كده ان في خطورة كبيرة على الدولة الإسلامية في الفترة دي. تمام. خليني اجي مع حضرتك ونروح نشوف ايه هي نقطة البداية بالتحديد. كانت مؤتمر الجابية بالشام. مؤتمر الجابية بالشام ده كان زي نقطة البداية. بكل بساطة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمل مؤتمر عسكري سنة 17 هجريا 638 ميلاديا بعد فتح بلاد الشام. كانت الخطوة الأولى تجاه أفريقيا، وبلغة العصر كده سيدنا عمرو رضي الله عنه عمل زي برزنتيشن توضيح ايه الفوائد اللي هتعود علينا لو فتحنا مصر. كانت الحمد لله المؤتمر مشى كويس، وعرفوا مع بعض ايه هي الفوائد من العائدة عليهم من فتح مصر. نعرف مع بعض دلوقتي ايه مراحل الفتح الاسلامي لمصر. عندك سيدنا عمرو رضي الله عنه مشي بقوات المسلمين اللي سمح ليهم الخليفة عمر بن الخطاب انه يقودهم، زي 4000 مسلم كده، من قيسارية بفلسطين لمصر، وفتحها على النحو التالي. أول حاجة العريش كانت أول بلد اتفتحت في الفتوحات الإسلامية لمصر. وصل سيدنا عمرو رضي الله عنه ليها في سنة 20 هجريا، وفتحها بدون مقاومة أي حد من أهل العريش. بعدها دخل الفرما اللي هي بورسعيد حاليا، أول موضع من أراضي مصر اشتبك بيه سيدنا عمرو مع الروم كان في الفرما، وبعديها حصروهم لمدة شهر واستولى عليها زي كده غصب عن الرومان. تالت حاجة وهي بلبيس وصل سيدنا عمرو رضي الله عنه بعد ما سلك الطريق الصحراوي. طبعا ليه سيدنا عمرو سلك الطريق الصحراوي؟ سيدنا عمرو سلك الطريق الصحراوي بالذات لان العدو ما عندهمش خبرة كبيرة في. هناك واجه سيدنا عمرو القائد البيزنطي الأرطغرل وهزمه هزيمة ساحقة. دينين المحطة الرابعة شمال الأزبكية حاليا. وصل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه زحفه في طريقه نحو النيل، حيث وصل لقرية دينين، كانت زي معقل أساسي، وهناك هرب الرومان نحو
هناك هربوا الرومان نحو حصن بابليون، أقوى حصون الرومان في مصر في الوقت الحالي. طلب سيدنا عمرو المدد من سيدنا عمر رضي الله عنه.